وازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ معكم محمد من قناة زمالك SC 8. والنهاردة يا شباب عندنا تقييم اللعيبة للمباراة التانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز 2026. والنهاردة هقيم اللعيبة واحكيلكوا شوية على الماتش. امبارح معرفتش اصور، معرفتش اتكلم. الماتش سيء. احنا ازاي نتعادل؟ احنا ازاي نتعثر؟ احنا ازاي نفقد نقطتين يخلونا نركب الدوري؟ ازاي يعني؟ بجد ازاي؟ قولولي ازاي؟ يعني حد كان مصدق ان احنا نتعادل مع المقاولين؟ حد كان مصدق؟ ازاي يا جدعان؟ محدش كان مصدق ان الزمالك هيتعادل مع المقاولين. وهنبدأ لكم بالتشكيل. التشكيل كان كالآتي: محمد صبحي في حراسة المرمى، على اليمين عمر جابر، على الشمال بنتايج، حسام عبد المجيد والونش في الدفاع، قلب دفاع، دونجا 6، شحاتة 8، وعبد الله السعيد 10، ناصر ماهر على اليمين جناح، ادم كايد على الشمال جناح، وعلي دباغ راس حربة. ودي كانت التشكيل. والتشكيل فيه كمية عبث مش طبيعي. عبث انه ليه انت لسه مصمم ان انت تلعب من تحت؟ ليه مصمم ان انت تلعب تبني لعب؟ ليه؟ ما خلاص حسام عبد المجيد مش عارف يبني اللعب اصلا. هو عمل تمريرة واحدة بس اللي قدام لبنتايج ومعرفش يجيبها، يعني جابها بس خدنا منها ركنية يعني. وغير كده ناصر ماهر ما بيلعبش جناح يمين ولا شمال، ما بيلعبش جناح. ناصر ماهر مركز 10. طلع عبد الله السعيد، يعني عبد الله السعيد ممكن تستفاد منه في الاخر، يديك كام كورة كده. لكن ناصر ماهر يلعب 10. ندخل في التقييم، والاداء زي الزفت، وتقييمات اكيد هتكون زي الزفت برضو. اهو كراسة التقييم. فخلينا نشوف كده. واول واحد محمد صبحي يعني المقاولين كان ماسك كرة علينا في الشوط الاول. لو قلت لحد كده مش هيصدق، بس المقاولين كان ماسك كرة الشوط الاول. ده هو المفروض الفترة اللي انت المفروض تمسك فيها كورة. بس نقول ايه؟ بس محمد صبحي هديله 4، علشان بس كان بيحاول ان هو يسرع لعب بس. وكان برضو في الالتحامات الهوائية كويس، اللي هو الكرات العرضية كان بيطلعها بإيده كويس خالص. نيجي عند عمر جابر أنا مشفتوش. عمر جابر كان بيباص لورا، أي كرة تجيله يباص لورا، ما يلعبش لقدام، ما يطلعش لقدام. فأنا مشفتش عمر جابر، فهديله 4 برضو. حسام عبد المجيد والونش هقيم كل واحد لوحده، كل واحد ياخد حقه. المرة اللي فاتت قيمتهم مع بعض، كل واحد اخد 8. المرة دي حسام عبد المجيد معرفش اديله كام، 3. الونش اديله 5، كان كويس برضو يعني. كان بيطلع بيجيله اي حاجة بتجيله بيطلعها. بنتايج صراحة مكانش فايق. مش هو ده بنتايج اللي بيعدي واللي بيروح واللي بيرقص واللي بيرفع عرضيات حلوة. مش هو ده بنتايج. الكرة تجيله ويرجع لورا زي عمر جابر، بس هو كان على الأقل بيعدي شوية، فهديله 5. دونجا انت الماتش اللي فاتت كنت عالمي. الماتش ده الشوط الأول يمكن بدايته كويس، بعد كده زي الزفت خالص. مفيش غير التاكلينج هو واحد اللي عملته صح. 4. محمد شحاتة بيعمل اللي عليه، بس برضو ليه الشوط التاني ما بصيتش لألفانا؟ ليه؟ مش هياخد مجهودك، مش هياخد تعبك، انتوا مع بعض في الفريق. يعني مش عشان هو برازيلي هياخد اللقطة والشو. ما انت
الماتش اللي فات كنت واخد اللقطة والشو برضه كله. فمحمد شحاتة فوق وخلي مصلحتك للفرقة، وانت مثلا لو عملت حاجة صح احنا هنشيد بيك برضه، حتى مين اللي جاب الجون لو انت اللي صنعته احنا هنشيد بيك برضه. فمحمد شحاتة هديله 6، كانش افضل حاجة. عبد الله السعيد بيلعب وهو واقف ما بيجريش. عبد الله السعيد برضو الريتم بتاعه بطيء شوية. عبد الله السعيد ينزل من على دكة البدلاء، ما ينزلش اساسي، وكان المفروض يطلع مكان ادم كايد، قصدي مكان اسمه ايه ده، عدي الدباغ. كان المفروض يطلع هو ويسيب عدي الدباغ موجود مكانه. عدي الدباغ ما يطلعش كان، حتى يعني عدي الدباغ اصبر عليه شوية ونزل الفينا، يعملوا الاتنين دول ثنائي جامد. فعبد الله هديك 2 يا عبد الله. ايه ناصر ماهر انا مشفتكش. ناصر ماهر انت الكرة بتجيلك بتعرف تتحرك بيها، بس برضو مش اللي هو زي مركز 10، وانا هكرمك عشان انت ما بتلعبش في مركزك برضو، هديك 7. ادم كايد يعني ليه ما اقولهوش خش للعمق؟ ليه ادم كايد ما يخشش للعمق ويسيب بنتايك طاير؟ ليه الماتش ده؟ يعني الماتش اللي فات كانت بتدخل شيكو بانزا اللي مكانش في القايمة، وكنت بتطلع ده بنتاي. انا مش قادر اتكلم يا جدعان. هديلك كام؟ 6. هو ده الدباغ انا مقدرش احكم عليه، بس الكور اللي جاتله او اللي هو اللي عارف يروح لها ما جاتلوش كورة، هو اللي عارف يروح للكورة، كان بيقاتل زي ناصر منسي الموسم اللي فات، بيقاتل على كل كورة، بيروح لكل كورة. فهديله 6 برضه، يعني كده بكون بظلمه يعني. ماشي، نزل الدقيقة 59 خوان الفينا، ونزل برضو معاه ناصر منسي. والدقيقة 62 ساعة ما انصاب دونجا نزل سيف فاروق جعفر. والدقيقة 84 نزلوا الثنائي عبد الحميد معالي وعمرو ناصر. فهنقيم خوان الفينا اول واحد نزل. الفينا جامد، 9 يا معلم، فيها تعظيم سلام للبرازيلي خوان الفينا، عالمي. ناصر منسي ما فيش للمرة التانية برضو ما فيش كرة بتوصله برضو كويسة، 5. اقيمه بكام؟ سيف قولوا، اكتبوا تحت في التعليقات اقيمه كام، انتوا تقيموا كام. يعني ما بيطلعش بالكرة اصلا، الكرة ما بتفضلش معاه 30 ثانية على بعض، مفيش الكرة بتطلع منه بسرعة، واول ما نزل خد انذار. يعني ايه؟ مش عارف اقول لك ايه. وما بيبصيش برضه، بحب يأنن وياخد الكورة وتتقطع منه. 0. ولو في سالب هديله سالب. عبد الحميد معالي مشفتوش، ولا عمرو ناصر ملحقوش، فدول الاتنين مفيش تقييم. بس كده، لو اول مرة تشوفني ما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك. وبس كده، سلام.